السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا عمر هاني، والنهاردة معانا حلقة من أقوى الحلقات اللي أنا عملتها واللي عملها وهتبقى في تاريخي من أقوى الحلقات. معايا ومعاكم النهاردة حلقة من العيار التقيل. معايا ومعاكم أكبر مشجع نادي الزمالك، الكابتن أبو جريشة. حبيبي 6-1 صدقني غلطان اللي كده. خلاص بقى انا كده ما كملش، اخد قلته واخد حاجته وامشي. يا عم امال ايه يا عم؟ لما احنا غالبينكم عام 1912 عام 1940 6-0 وعام 1942 6-2 وانتوا عندكم دم ولا جاي بتتكلم؟ قسما بالله خد بعضه وامشي، ولا التاريخ بيرجع لورا ولا بيطلع قدام؟ ما تركز كده يا عم بالقرف اللي انت لابسه ده. ايه يا عم تركز كده في كلامك بقى، ولا تقعد مع ابوك وتتكلم عدل، ولا كل الاهلاويه كده؟ ايه يا عم قناه الاهلي دي ولا قناه ايه؟ ما اعرفش. انت لابس لي ايه؟ لابس لي الخيل ولا لابس لي مين؟ ما نعرفش. استغفر الله العظيم يا رب. امبارح يا جماعه نزلنا بوست وقلنا ان انا جايب معايا ابو جريشه، وقلنا ان يا جماعه نساله شويه اسئله وهو هيجاوب عليها في الحلقه. والنهارده معانا فقره الاسئله، ومعانا اول سؤال بيقول ايه؟ بص هنسالك شويه اسئله وهترد عليها الناس هي اللي طالباها. تمام. واحد بيقول لك ابو جريشه، ليه اللون الاحمر عمل لك عقده رغم ان هو لون جميل زي امام وزيزو وبن شرقي بقى احلى لما يلبسوا الالوان دي؟ ما احبش حاجه الاحمر في حياتي. ليه بس يا ابو؟ انا لاغي الاحمر حتى كمان عندي في البيت. طب ما انت ليه زمان ده معلقه خطين حمر اهو؟ هقول لك ليه عليها خطين حمر. ليه؟ الزمالك طبعا او احنا كزملكاويه شعارنا 3 شعارات: الابيض والاحمر والاسود. الابيض ده قلبنا، الاسود ده شعرنا، الاحمر ده دمنا. فهمت ازاي؟ انت مرت عليها حمرا يعني دمنا هنغيره. انت الكرات اللي عندك ايه؟ مش بيضه؟ حمراء. انت لا، ما فيش حاجه اسمها حمرات يا بيه. ما فيهاش حاجه في الطب بس ما انت ما تعرفش حاجه وما تفهموش حاجه ولا تعرفوا حاجه. احنا كزملكاويه نعلمكم يعني انت مقطعين الدنيا انت. الحمد لله يا ابني. طب ماشي، دلوقتي هو بيقول لك امام عاشور وبن شرقي وزيزو لما لبس الاحمر كان لايق عليهم، وبيقول لك انت عندك عقده من الحوار ده ليه بقى؟ ده بالنسبه لكم لايق عليهم، لما كانوا لابسين الابيض ده كان وحش، ده كان كخه، ده كان زيزو بالونه يا لهوي، ده ما بيلعبش الا ضربات جزاء يا لهوي، ده لاعب ده احسن، مش في حد احسن منه. ايه ده بس؟ دي الاهلي عندكم الوقت بقى نمبر 1، ده احلى واحد بيسدد ضربات جزاء واحسن لاعب في افريقيا واللي وبقيتوا الوقت انتوا كنتوا هتبوسوا جزمته عقبال ما وجه لكم. بس خلي بالك اقول لك حاجه، والله اللي احسن منه ومنك ربنا خلي بالك ما بينساش حد. بص وسام ابو علي عمل فيكم ايه؟ الوقت بقى خاين وابن صح؟ اما كده الدنمارك. بص اهدى بقى، الدنمارك اصلا مش فلسطين. الوقت بقى وحش يا سلام، وما بقاش فلسطين وبلاش مش عارف ايه وفلسطين وعاد فلسطين والكلام ده كله. خلاص نسيتوا الحاجات دي كلها لوسام. وسام اللي خلاكم لكم شكلكم حلو في كاس العالم للانديه، وجاب وخلى سوبر هاتريك هناك، ولا جاب هاتريك هناك في بورتو لما كنت بورتو السخن ديت، ولا بورتو الساعه يا باشا الاهلي اللي بيعمل اهلي مين يابا وبتاع مين؟ الاهلي لو كان بيلعب الاهلي عايز اعرف انت بتتكلم في الاهلي صح؟ في الناشئين الاهلي بيلعبوا. امام عاشور ده ابن الاهلي، زيزو ده ابن الاهلي، مين بن شرقي ده ابن الاهلي، بتصرفوا ملايين ودولارات والوفات وخاربين الدنيا. فين الاهلي؟ انت بتتكلم على الاهلي، قول لي فين الاهلي؟ اتكلم كلام يعني حاجه تستاهل. انت بتتكلم في ايه؟ ده خلي بالك اقول لك حاجه، والله اللي احسن منه ومنك ده عمل احلى حاجه. الخطيب معانا عمل احلى واجب، بوظ قطه اللبس بتاعت الاهلي. ايوه بص قال له ديانج دلوقتي عايز يمشي، يقول لك لا يا باشا انا هعمل بالدولار. ما اسمع بس، اسمع مني يا باشا. امام عاشور احنا عملنا فتوح غرمناه لما راح الساحل وقال لك ده انا رايح لعمي ومش عارف ايه، وعمه هناك في اوضه جنبه كده في المستشفى هناك جنب، كان راح حفله يا دلع ويا طبطب هناك في الحفله، ويقول لك مش عارف ايه. امام عاشور عايز يبوظه انت فاهمني ازاي؟ امام عاشور عايز يبوظه وان شاء الله. واقول لك حاجه، مبروك عليكم فتوح. لو عايز يجي يا باشا، على فكره الزمالك ما بيقفش على حد، الزمالك كبير قوي خلي بالك. اتكلم انا بقى. ده ماتش ده اصفر عادي، ده اسماعيلي الهلال. يا جماعه جبت له فراوله يا جماعه ما رضيش، وقال لي لو جبت له فراوله هسيب لك الحلقه ومشيت. اكسره والله العظيم. فاضطريت اجيب له مانجا واحلى مانجا. المانجا في صحتك حبيبي. كمل الحلقه بقى. انت حاطط فيها ازاز ولا تاني؟ والله ده حاجه بتكسر كده، مش هو انا باكل ازاز على طول. المهم ايه معانا تاني سؤال يا باشا، بيقول لك مخنوق منك بسبب الاحمر اللي انت لابسه ده. طربق لك البتاع اللي انت حاططها دي جاب لنا. عارف يا عم مغرط علي بابا ولا ايه؟
طب بقول لك تاني سؤال بقى معانا، بيقول لك ايه اكتر قلم لسعك، بن شرقي ولا هو عاشور ولا زيزو ولا اي كهربا؟ حاجه، ولا اي حاجه. على فكره كهربا الوقت في ليبيا هناك هيجيب لك، عايز غساله عايز بوتاجاز يجيب لك كويس جدا، مش هقول لك حاجه. لا على فكره بقى، وان شاء الله الثلاثه هيحصلوا بعد كده. بس عايز افهمها حاجه، امام لما كانت صدمه بالنسبه لكم وزيزو صدمة كانت ولا- صدمه لا. اكتر، صفقه القرن بالنسبه لك هي زيزو اصلا. زيزو لاعب كبير ما قلناش حاجه. مش كان اللي بالنا دلوقتي؟ لا انا بكلم عليكم انتوا بتقولوا كده، انتوا اللي كنتوا بتقولوا مش احنا. انا لحد دلوقتي بقول لك زيزو لعيب. ما هو زيزو لعيب كده، ودي كانت دي هتفضل. هو ما كانش لعيب لما كان في الزمالك. هتفضل عندكم. ما هو مش لعيب عشان هو الوحيد اللي ظاهر، انما الاهلي كله نجوم. انا بكلمك ده 60% من ماتش كاس العالم للانديه بتاع بورتو الهجمات من ناحيه زيزو. انتوا كنتوا فين؟ انتوا فين الاهلي؟ طب ما هو الاهلي. انتوا فين؟ ودريجيزيه اللي انتوا جايبينه ده راح فين ولا جنب زيزو يا راجل؟ يا جماعه يا راجل حرام انا حاسس بيه، كل ده كل ده اصل صفقه زيزو كانت موجعه لكل موجعه ايه يا ابني؟ بص طلع على النبي، ما ما تزعلش على الخاين، ده خاين ومالوش امان. شيكابالا اللي صاحبه كل ما يجيب جول ايه يا عم في ويروح للجماهير. كان نفسي برضو امام كان يقول لك من صغري، من صغري كان غزلاوي، ومن صغري كان مش عارف ايه. المهم انت بتتكلم في زيزو خدع اللعيبه، خدع نفسه. ده كان هيستلم يا جدع انت بعد الاسطوره على طول، كان يبقى شيكابالا كان الوقت. زيزو لعب كاس عالم اللي انتوا عمركم ما تحلموا. ايه يعني كاس زيزو هيلعب افريقيا السنه الجايه اللي انتوا اصلا بقالكم 20 سنه مش عارفين تاخدوها، مش عارفين تخشوا اصلا. احنا ما بنروحش الا بالحلال. بالحلال، عشان بطولتنا بالحلال حلال. برضه. البطوله من عندنا ب 10 من عندكم، خدها يعني احنا بالحرام. اللي كاسبين عندكم. خدها بالحرام. احنا مش واخدين على الحرام، انتوا واخدين على الحرام. انتوا شكلك بيقول كده. خدها بالحرام. اهو بس عم وابعد عني يبقى بيني وبينك كده. يا نهار ابيض يا راجل حرام عليك بلا تقول لي مش عارف ايه. انا اقول لي زيزو، زيزو مين يا ابني؟ زيزو مين يا ابني؟ ده احنا عندنا اصغر مشجع برقبه زيزو، مش هقول لك اصغر لاعب لا، لان بتوع الزمالك اوفياء ومخلصين وبيحبوا الحلال قوي وما يعرفوش الحرام. لا لكم هقول لك ايه بس، الحلال بينا والحرام بينا. الحلال اهو الحرام اهو. يا جماعه النهارده ده تاني سؤال، وهو بصراحه موجوع قوي من زيزو. اهو ولا له لازمه عندي ولا له اي حاجه عندي. فهو حقه يتكلم كده بصراحه. فعلا يا جماعه ثلاث سؤال. اشرب كده معلش من بناء، اصل انا خايف لو كنت حاطط فيها حاجه. لا واخاف منه. اكيد مش هيخرج الانتباه بتاعك يعني. طيب معانا ثلاث سؤال يا جماعه، بيقول لك ايه شعورك بعد كون قفشه في القضيه اللي هو في نهائي قرن افريقيا؟ ايه شعورك؟ ولا اي حاجه. لا ربنا كدب كده. بالحظ. على فكره انت بتقول بجد بقى، احنا عايزين نظبط الحلقه تقول بجد بقى. قصدي كده على فكره انت هي كانت فرصتنا الوحيده اللي احنا كنا ناخد الكاس الامم الافريقيه ده منكم، وكنا نصعد كاس عالم، بس الحظ كوره في العارضه ومقطعينكم طول ال 90 دقيقه وما لعبتوش، والاخر عمرو السوليه اللي جاب جون وانتوا طردتوه وراك اهوت راح سيراميك كليوباترا هناك. الوقت هيشتغل مع عمك سكر في عزبه هاشم. هيقول لك تعالى يا حبيبي انت ماضي معانا، عمك سكر هياخده يحمل هناك برضه سيراميك. والله فعادي انتوا ما بتقوش على حد. المهم يعني قفشه مين يا ابو؟ قفشه الوقت ما بقاش بقى تقيل وبقى رخم وصح، والوقت عمالين تطلعوا في لقطه الفطسان. هو عايش على كون القاضي بصراحه، عايش على كون القاضي. وشكرا على كده. هو بصراحه وهتمشوه لما رزعكوا الجون انتوا من ساعه الجون قفشه ده وانت اصلا يا عم خلاص بلا قفشه بلا بتاع بقى، بلا قفشه بلا زفت بقى، خلاص بقى سيبه من قفشه بقى، اعمل لك ايه؟ في سؤال تاني ما بقولوش بقول لك لو اسال خلص بقى انت تزلنا بالتمر اللي انت جايبه ده. بنج على فكره. اصلا في سؤال تاني يا جماعه، واحد بيسال ما بقولوش بيقول لو انت خدت افريقيا هتعمل ايه في البلد؟ احنا هنولع في البلد. انت لوحدك. احنا هنولع في البلد. ده انت لوحدك اصلا ما فيش اخوك زملكاوي وابن عمك جنبك اثنين، الواد بلال وابو بيوم والسيد اهوت، قلت له مش عارفهمش دول ولا هم عايزين يعرفوك يا جدع مبررين مين؟ انت تقول لي مش عارف ايه. بس يعني لو زمان خد افريقيا هتعمل ايه بقى؟ هتعمل ايه بجد؟ هو ده حلم عمري، وبعد كده مش هيحصل عامه. لا هيحصل، مش هيحصل، وعشان ابقى ميت مطمن بعد لك بالله مش هيحصل، ابقى سايب ولادي مرتاحين. عمره ما هيحصل. لا هيحصل ان شاء الله السنه الجايه مع الراجل اللي ده عاجبني جدا، المدرب الجديد ده معاه صلاحيات وعاجبني جدا جدا، ومشي ده ويقعد ده، يعني عامل شغل جامد جدا في الزمالك، وان شاء الله ربنا يكرمنا مع الراجل ده. هو اسمه ايه اللي اتقدم في الاول شويه، بس الاسم الثاني اسمه ايه بقى؟ حاجه زي كده. تصل المونتاج دي دايما تسمعني كلام بيوجعني يا حبيبي ليه
ليه العذاب ليا ده الجرح نار فيا يا واخدني تسلية ايه ذنبي ايه من ضعفي قدامك انا قلبي خدامك تجرحني بكلامك ولا هقدر اتحمل ايه اللي بايديا ده حيرة في عينيا. وعانا كمان رابع سؤال بيقول لابو جريشه ليه بعت الجحش بتاعك؟ انا بعت الجحشه الواحد ما يتمرش فيه. بعت الجحشه والله العظيم بالغالي والرخيص. الجحشه بتاعتي كانت تسوى 10000 جنيه بعتها بكام؟ بس انا عشان ظروفي وكان الوقت ضيق كان فاضل له 6 اشهر عشان زيزو يجدد، رحت وما اتكسفتش وبعت الجحشه ب 6300 وخدت الفلوس بالجلابيه دي ودحت والله العظيم. واحده برضو قابلتني كده، الناس اللي بيصوروا دول في التلفزيون تحت دول، أيوة. الصحفيه بتقول لي ده فين فلوس الجحشه بتحسبني بقدر؟ قلت لها يا باشا فلوس الجحشه اهي. رحت مطلعها قلت لها 6000 اهو وسامحيني في ال 300 هروح بيهم. لا كنت جاي زيت وسكر بقى عشان مراتي ما تفرجش الدنيا عليا. انت بعت الجحشه دي وسايبني. هو انت اللي بتيجي على مراتك كتير في بتاع تشتمها كتير ليه؟ هي عشان اهلاويه فهي مضايقاني كاهلاويه مخنوق منها. تصدق بالله لا اله الا الله. اتمنى من ربنا وصوتي يوصل للجماعه الزملكاويه، ربنا يرزقني بواحده زملكاويه يا رب اتجوز يا رب لاجل حبيبك النبي قبل ما اموت اتجوز واحده زملكاويه وناخد افريقيا عشان ابقى ميت مرتاح. كده مراتك هتقتلك يا لا يا حبيبي هي اصلا انا معرفهم كلهم اللي عارفين ان انا هتجوز وهي ارضى قالت يا لو لقيت واحده زملكاويه بتجوزها. فيا رب حق جاي النبي. المهم يا ابو جريشه يعني الجحشه بتاعتك لما انت جيت تبيعها ب 6300 عشان تجدد لزيزو، هل ده يعني انت شايف ال 6300 دول هيجددوا اصلا بعقد زيزو ولا هيجددوا الشراء بتاعه؟ هو انت بتدفع 100 من هنا و100 من هنا و1000 من هنا و2000 من هنا و5 من هنا و6 من هنا و10 بتكون فلوس عشان تديها لزيزو للي بيحب نادي الزمالك. تخيل بقى انت انا بحب نادي الزمالك واستخسرتهم في بيتي. انا والله العظيم خدت الفلوس وكان نفسي حد يقابلني وقلت لهم يا جدعان ابعتوا لي زيزو عشان اديله ال 6000 عشان انا بحبك يا زيزو وما تسيبش نادي الزمالك. والناس طلعت اتريقت عليا ده بتاع الجحشه ومش بتاع الجحشه. انا ما يهمنيش ده كله، يهمني بس نادي الزمالك. طب انت تخيل بعت الجحشه وبعت ب 6300 وفي الاخر واحد سابكم ومشي. لا طلت الجحشه ولا طلت زيزو ولا قلت لك من لله حسب الله ونعم الوكيل. تخيل بقى قعدت تبيع مثلا بعت الجحشه وبعت ده كله وما طلتش اي حاجه. والله صعبان عليها بصراحه والله، زي صعبان عليها زي يقول قاضيه كده والله لغايه دلوقتي مش عارفين ترجعوا من بعد. والله الزمالك راجع امتى؟ بص يا باشا طول ما في ربنا ونعم بالله. بس انتوا مش هترجعوا. بس انتوا مش هترجعوا. لا يا باشا عمركم ما هترجعوا. لا راجعين بامر الله وبقوه كمان ان شاء الله. امتى؟ اقول يا رب يا رب. ماشي. جاي النبي تتخيط فيها يا عم حرام عليك يا عم. معانا يا جماعه 5 سؤال ولا 7 سؤال مش عارف. واحد بيقول لك ليه فنانة الزمالك عليها خطين حمر؟ شعار يا ابني. هي ده عليها خطين حمر مشيت قدام الخط الاحمر لابس ايه؟ نعيد يا ابني الزمالك. ماله الزمالك؟ الزمالك يا ابني. ما تخلينيش بقى اسرح كده وارجع لورا يا نهار ازرق. يلا بينا نرجع لورا يا ابني الزمالك. يلا بينا نرجع للزمن الجميل ورا. هنعمل حاجه حلوه. نعمل حاجه حلوه. يلا بينا نسرح ونرجع لورا. لا ما انت ما في حاجه هتروح توقعني تحت. بجد والله يعني ليه على خط الحب؟ انت قلت لي كده مثال قبل ما نصور، قلت لي اللي هي عندنا 3 حاجات 3 الوان. انا هقول لك ايه بقى هنرجع تاني بقى. انا بقول لك ابيض واحمر واسود. الابيض قلبنا والاسود شعرنا اهو والاحمر دمنا. والاحمر الاهلي اللي حط عليك. لا احمر ايه يابا الاهلي عدى عليك. واحد بيقول لك ايه اسوأ يوم عدى عليك؟ القضيه ولا يوم 6/1؟ الاثنين اوسخ من بعض. طب احكي لنا كده، احكي لنا يوم القضيه عدى عليك ازاي؟ ما احكيش خلاص عدى وفات خلاص. وانت ايه؟ انا عايز طب وانتوا لما رحتوا كاس العالم للانديه وشلتوا 2 هناك من اللي اسمها بروكس ديت. رحنا كاس العالم. لوكس ايه المشكله يعني؟ ما انتوا شلتوا 2 مننا وانت كان شعورك كده لما اتغلبت ما كنتش انت جيت تسال ابوك ولا اسال سيدك عمال في 940 عمال في 942. ايوه اسال سيدك كان شعوركم ايه؟ انت مش بتقول احنا بنسلم اجيال لاجيال؟ ايه ده هم كان شعورهم ماتوا بعدها احنا ما متناش الحمد لله حي يرزق. انتوا فهمتوا تتكلم في ايه؟ انتوا فهمتوا احنا ايه يا باشا عايشين على كده الحال. قاعد معاه في الحلقه ده اللي انا اعرفه. مش شايف الزمالك تقول لي مش عارف ايه.
طب مش احكي لنا بس يوم 6 هحكي لك ايه بقى؟ خلاص بقى انسى بقى. وانت كنت فين؟ طب احكي لي انت ولا خلي ابوك يحكي لك. كان شعورك ايه؟ طب لما انت سمعت عام 1942 الاهلي شال 6 من الزمالك، احساسك كان ايه دلوقتي؟ احساسي عادي يعني. احساسك ما انتوا ما عندكوش دم. مره من المليون. ايه اللي مرتين ده؟ مرتين مش مره من مرتين المليون. ايه ده؟ انت بتتكلم في يوم ايه؟ 6 واحد بتاعنا كان اثر عليك ازاي؟ بامانه زي ما اثر عليكم برضه عام 1940 وعام 1942. ما اثرش. اسال جدودك اللي ماتوا الله يرحمهم كان ظروفهم ايه؟ اتكلم في يوم عادي، مش اللي هو حاجه. لا ما انا بقول له نفس الشعور برضه. كل الجمهور ما تقولش هو. لا ما انا بقول له هو مش اهلي. هو ده والفانلة الحمراء بيمثل الاهلاويه، ايه المشكله يعني؟ انا ماله ماله يعني؟ تمام. ان بقى يوم القضيه عدى عليك ازاي؟ لا عادي زي اي لا اكيد ما بيعديش ملناش عليك. نصيب ساعتها يعني وانت اصلا ما جيتوش. ملناش نصيب، مع ان كنا احسن منكم في كل حاجه فعلا. واقسم بالله وكنا نستحق الماتش ده. ولنا ضربه جزاء بن شرقي اللي معاكم دلوقتي. لنا ضربه جزاء لما قشط الواد اللي اسمه ياسر ابراهيم ولا كان مين اللي كان ضربه يا راجل. لنا ضربه جزاء واضحه قوي باينه زي عين الشمس. كان احلى يعني اقول لك ايه بقى، كان احلى فريق يعتبر في الدوري المصري. بص كان في مين؟ مصطفى محمد، مصطفى فتحي، النجوم كلها الزمالك. بس سبحان الله مالناش نصيب. وكرة من مصطفى محمد هنا، وكرة من بن شرقي من هنا، وزيزو في العرض. زيزو اللي معاكم في العرض. طب كويس ان انت معترف، بس التاريخ ما بيقولش كده. التاريخ بيتكلم عن البطوله. المهم قعدتوا ما بيتكلمش حاجه. كانوا قعدتوا معانا مصطفى محمد ومعانا بن شرقي ومعانا زيزو ومعانا وفي الاخر خسرت. مالناش نصيب. ما هو ده نصيب من ساعتها. الحمد لله من ساعتها واصلا كل الزمالك يعني. بص يا باشا الدنيا كلها ضد نادي الزمالك. ليه يعني؟ يا انت ما تعرفش حاجه، اسكت اسكت بقى وما تخنقناش بقى بالرضا بتاعتك اللي مولعه دي. سؤال حسن يعني سؤال ايه الاحسن، حسن لبيب ولا مرتضى منصور؟ لا زي ما حسين زي مرتضى منصور له سلبيات له ايجابيات. زي برضه نفس النظام حسين لبيب برضه نفس النظام. بس انا اهلاوي بحب مرتضى منصور عن حسين لبيب. لا هو كان معاه ساعة 2020. ايوه كان معاه احسن فريق في مصر، في افريقيا مش في مصر. وبوظوا بعد كده. باع هنا وودي هنا واستلف من هنا ومشي هنا وعمل الدنيا، بوظ الدنيا وبوظ الفريق. طب المهم انت هترجع امتى؟ نفسي اشوفكم بترجعوا. نفسي اشوفكم. حسين لبيب بقى يعني اختاريت سلبي شويه، بيزعلني منه قوي. هو طيب بس بيزعلني منه. تعرفه ولا ايه؟ هو على طول بيجيب اللي هي الشملان ام 40 جنيه او السيجاره ام 35 جنيه. وهو بيصعب عليا ما برضاش اتكلم معاه. هتقول له ايه بقى يعني؟ واحد بيجيب لك علبه سجاير 35 جنيه ولا ب 40 جنيه شملان عند ام ياسين بتبيعها. فما تعرفش برضه اللي سمع ان هو يعني بيسيب بياخد فلوس الصفقات وما بيعملش حاجه. مين؟ حسين لبيب. حسين لبيب ما بقول لك طيب. الناس دول غلابه قوي يا اخي. حسين لبيب هو سبب من الاسباب او الاداره كلها بسبب رحيل زيزو. انت فاهمني ازاي؟ الراجل فاضل له سنه نادي اسمه ليون دي ولا نادي مش في اللي هو لا في نادي في السعوديه مش عارف اسمه نادي كده، كان عايز ياخده 8 مليون دولار. اليوم السعودي. اليوم السعودي اليوم السعودي ولا اليوم طب ما تبيعه، الراجل مش عايز يجدد لك. هو راح قال لك يا باشا لا شوف اللعيبه. انا اخر واحد يا زيزو اقعد يا زيزو. لا يا باشا انا اعتبر في الزمالك، انا في الزمالك خلاص يا جدعان وخلاص وعشمنا والدنيا كلها. هو غصب برضه عن حسين لبيب ومش غصب عنه في نفس الوقت. ما انت بعد كده ما تامنش لحد. اللي بيعمله دلوقتي حسام عبد المجيد. يا عم حسام ابو عبد المجيد شكله برضه مع فتاح اكبر واحد في البلد برضه. طب ما تجدد يا عم، ما تخلص يا عم ليه؟ بس هو زيزو جاي لنا ببلاش يعني، ده كانت احسن حاجه. ايوه هو يعتبر انتقال حر اهو. انت ما يا باشا ما تبيعه، هات لك 3 4 يبقى احسن من زيزو. لا ما حدش يقدر يبيع عشان الاهلي، عشان الاهلي مش عارف على الجهاز كده. يقول يا جماعه معانا سؤال كمان. انتوا مبوظين الكره المصريه. نص الاسماعيلي كانت بتاعتهم، لو كان لعيبه الاسماعيلي دي في الاسماعيلي كانوا معاهم بطولات قدكم مرتين. ما عاد ده احنا بنبوظ الكوره مفيش فرق. بيقول لك احنا قلنا صفقه القرن زيزو ولا امام، قلت ايه؟ هو بالنسبه لكم انتوا احنا ما بالنسبه لنا عادي ما تفرقش معانا. لا والله تفرق معاكم كتير. انت بس بتقول كده عشان انت مقرر. هم بصراحه ربنا لا هم الاثنين احسن من بعض. بس مين احسن؟ مين كانت صفقه؟ مين الصفقه اللي وجعتكم قوي؟ بص يا باشا لا دي يهمنا ولا دي يهمنا. لا انت عشان تبقى عارف الخاين ملوش امان. ولو احسن لعيب ولو رجع الزمالك دلوقتي وقال لك انا اسف وجه اعتذر جماهير نادي الزمالك والجهاز الفني والدنيا دي كلها، احنا نفسنا مش هنسامحه ولا يعني. بص زيزو بالنسبه لنا خلاص بقى مش بص يعني اي حد بيبقى معاه انت بتاخد كارت احمر يعني، هو بالنسبه لنا خد كارت احمر.
زيزو بالنسبه لنا كارت احمر حتى لو رجع نادي حتى الزمالك. الكارت لون احمر. بص يا باشا، ما هو كارت احمر، هو زيزو بالنسبه لنا كارت اسود. عشان اعتبره قلبه راح اتهدى على اللي بنيه. خلاص يا باشا، زيزو مالناش مكان معانا. وجع قلوبكم بصراحه. لا 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 وجع قلوبكم. لا الخاين. بص يا باشا، لما يكون انت مدخلك بيتي، انت مدخلني بيتك واكل واشرب عندك واخونك، كبيره قوي. كبيره انت اللي هتحس بيها. كبيره فعلا. الخاين ملوش امان. يا رب ما نحس زي ما خدنا هيخونكم. عمرنا ما نحس بينا ابدا. لا 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 يا باشا، الاهلي يا باشا. لا اهلي ايه وفلوس ايه وبتاع ايه؟ بوظت الكره المصريه، بوظت الدنيا كلها. هو لعيبه الزمالك دلوقتي اللي هي بتلعب في الاهلي، احنا عندنا 6 منكم ولا 7، يعني 3/4 الفريق زملكاويه. أيوة. وحتى لما يجي يلعبوا دلوقتي، ده انا هتفرج على الاهلي فين؟ طب ما هي لعيبه الزمالك اللي بتلعب قدام. فين الاهلي؟ ما هو الاهلي ما جاش. امام عاشور عندكم، زيزو عندكم، ياسر ابراهيم عندكم. خدنا كمان الدنيا كل. طب انا بقول لك اهو، بقول لك اما تيجوا ما تمضوا مع حسين لبيب وريحونا. لا وحش. ما انا بقول لك يعني، ما هو من ساعه ما دخل الخطيب عندهم، هو من ساعه ما دخل الخطيب والدنيا خربت. هو كان يقدر يستجري الخطيب، هم عملوا صلح مع بعض عشان يديله زيزو بس. هو يقدر كان يمشي من قدام النادي الخطيب، هو عادي. والمصحف ما كان يقدر، لا هو ولا شبير ولا حد ولا الجماعه دول كله. ده مرتضى كان مجننه، كان عامل لهم رعب. ابعد عني احبسك سدهاتك. كنت مجرم يا مرتضى يا منصور. كنت مجرم اقسم بالله مع الاشكال دي. والخطيب كل شويه، ده احنا كنت بدعي لك يا خطيب، يقول لك ده راح المانيا عشان مخه، ده راح المانيا لا عشان رجله تعبان. احنا كنا بندعي له، انا بكلمك احنا كنا بندعي له بقول ربنا يتم شفاك على خير. امال لما كنتش انت عيان وجبت زيزو وجبت ايمان، امال لو انت هتخف كنت هتعمل فينا ايه؟ جيب الزمالك كله. يا نهار اسود، ده انت ناقص تجيب انت ناقص تمضي مع النسويين. نهار اسود يا جدعان. والله. بمناسبه ايدك متعوره ومش عارف متجبسه، واحد بيقول لك عاوزين نعرف بس الخبطه اللي في ايدك من ضربه الجزاء بتاعت زيزو ولا من شرقي ولا هو عاشور؟ لا الحاجه دي بتاعت ربنا دي. مش من زيزو. الضربه اللي ما بتموت مش بتقويني، هيبكى عيوني تاني ما الدمع انا خدت عليه، اصبر على الخاين ليه والصبر هيعمل ايه؟ عمري اللي انا خدته وضيعته هياخدوا ايه يا زيزو. خدوا كل حاجه، خدوا مني زيزو، خدوا مني امام، خدوا كل حاجه، خدوا اغلى حاجه، خدوا منا عمري يا عمري. الله سبع الريشه. يا راجل انت حرقني. انا بغني من قلبي وحرقه الدم اللي منكم. احساسك ايه لما بلعت 5-2 من الاهلي قريب؟ يا عم خلاص بقى ما تفكرناش بقى، وانت كل شويه تقول لي مش عارف ايه. لازم كده. لازم الاسئله وزيفت ايه بقى؟ لازم الاسئله تبقى تقيله. لا تقيله ايه بتاع ايه يا عم؟ كان ايه احساسك؟ تنسى بقى. كان ايه احساسك ايه لما احنا علمنا عليكم وناصر منسي الاسطوره وخدنا معاكم بمناسبه ناصر منسي ايه بعد اسم الاسطوره ما تقولش ناصر حاجه. ايوه ناصر منسي الاسطوره. وانت عملت له استراحه عشان لسه عملت له استراحه عشان ما تلسنيش كاس السوبر الافريقي منكم. عمل لكم تربله، جننكم، خلى الخطيب يعي على عياه، خلى شبير يهربل، وخلى قناه الاهلي تتجن. كنا مغلوبين 1-0 في ثانيه الا ثانيه. ربنا الواد ده غلبان في ربع ساعه. غلبان. طيب اقسم بالله طيب، دي من الناس بتوع ربنا. يعني برضه ما قلتش احساسك برضه لما بلعت 5 يعني بكلمك ايه احساسك انت لما خدنا السوبر الافريقي منكم؟ انت بتتكلم في ايه؟ واخدين ده كله. لا 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 بس اربك الدنيا عندكم ورحتوا جبتوا لعيبه بالوفات ايه بمليارات، والدنيا خربت عندكم لحد دلوقتي، هتموتوا مننا. انا سمعت ان هو بيقولوا ان الاهلي ازاي جاب الفلوس دي كلها، يعني انت تقول لي جابها منين؟ جاب فلوس الصفقات دي كلها منين؟ ما ينفعش نقول جابها منين لان معروفه قوي، ما احنا مالناش في الكلام الثاني ده، بس احنا معروف يعني الدنيا كلها عارفه. انا اصلا مش عارف، عايز اعرف. لا انتوا عارفين كل حاجه. والفلوس جايه من يمين ومن الشمال ومن الشرق ومن الغرب ومن الجنوب.
ما دخلناش في قصص. بمناسبه الاسطوره ناصر منسي اللي انت بتقول عليه اسطوره، بمناسبه اللي انا بقول عليه يا عم ماشي، بمناسبه الاسطوره ناصر منسي، هو ناصر هو بعد شيكابالا على طول. بقى ناصر منسي مين الاحسن، ناصر منسي ولا ميسي ولا كريستيانو رونالدو؟ ده مش عايزه كلام يعني، إيه المفروض يعني؟ يبقى انت معروف كريستيانو ولا يعني. ميسي؟ لا بص خدها بالترتيب الاول. تمام. الاسطوره الاسطوره مين؟ ناصر منسي. ناصر منسي الاول؟ ناصر منسي الاول. ازاي؟ اه والله. ازاي احسن من كريستيانو بعد ميسي؟ كده لا كريستيانو الثاني، ميسي الثالث. يعني بص هو جاب للزمالك ايه؟ ناصر منسي اهدى وميسي؟ بقى، هو عمل ايه مع فريقه اللي كان بيلعب اسمه ايه يا ابني اللي كان ميسي؟ انتر ميامي. انتر ميامي. لا ده مساعدهم كاس عالم انتر يا باشا، انا بقول لك انتر عمل ايه هو معاهم؟ كان الاهلي مقطعه. تمام. عمل ايه؟ يعني انت عايز تقارن جونين ولا ثلاثه في ناصر منسي بتاريخ ميسي كله او بتاريخ كريستيانو كله؟ بطوله يا باشا. ايه اللي بطوله؟ ده ما واخد بطولات بطوله كفايه حرق دمكم، ده يعتبر هيفضل اسطوره لحد ما يموت. ميسي واخد كاس عالم. هو احسن من ميسي عندنا. طب انتوا قال هو احسن من كريستيانو عندنا. اي لعيب في الزمالك احسن من اي حد في العالم، احسن من محمد صلاح نفسه. لا يا عم مش للدرجه يا عم. والله العظيم محمد صلاح عندي كده. انت حر يا باشا، انا حر. الراجل بيلعب في نادي الزمالك. يعني ايه ناس يعني احسن من اي حد في الدنيا. اصغر لاعب عندنا. خليك هتقعد تكبر فيه مش هكبر. هو لا بس احنا مش هناخد عشان ناصر منسي ده ابن حلال متربى على طبليه ابوه، بياكل عيش وجبنه ويشرب قله من عندنا زي ده. غلبان. عمره ما يخون العيش والملح ابدا ناصر منسي، عمره. هيخونوا قريب. لا معاكم انت عارف الواد يعني. شوف انتوا مصطفى اللي اسمه مصطفى محمد، الواد الله اكبر عليه، عرضتوا عليه لحد دلوقتي 250 مليون. طب بمناسبه وكارهكم ومش عايزكم، كل شويه ينزل لك حاجه يا زمالك. تخيل يجي. لا ما تخيلش. طب ماشي، كان محمد صلاح قبل كده جاب جول واحتفل برضه الاحتفال. هو جواه زملكاوي. هو جواه زملكاوي. مين ده؟ يا باشا ده كان هيموت ويلعب في الزمالك محمد صلاح. الله يسامحك يا ممدوح يا عباس، هو اللي ما رضيش. لو كان لعب في الزمالك برضه كان عمره ما يوصل. لا خلي بالك كان عمره ما يوصل. لا محمد صلاح لو كان لعب في الزمالك كان هياخد شهرة اكتر من ايطاليا وليفربول. ازاي؟ الزمالك ده عالمي. عالمي. الدنيا كلها عارفاه. اقول لك عالمي ازاي. يعني ليفربول ولا الزمالك؟ الزمالك طبعا يا جماعه انا مش عارف. اقسم بالله العظيم ما في نادي في العالم، مش هقول لك في مصر، نادي في العالم زي نادي الزمالك. طب خلينا في افريقيا، الاهلي حاطط عليكم، الاهلي احسن من الزمالك. هتجيب الزمالك احسن من ليفربول بمليون مره. يعني انت شايف الزمالك رقم واحد في الدنيا دي كلها. الزمالك ابويا وامي وبعدين عيالي. هو ده الكلام. الاهلي ابويا وامي علي معلومه مراتي. تقول لي مش عارف ايه. لا مراتي انسى مراتي خالص. تصدق بالله قلت ايدك كده وشبكه العشره. شبكه العشره دول يعني. عارف ساعه لما انتوا خدتوا مننا بطوله افريقيا، لو كانت مراتي ماتت ما كنتش هزعل. يا عم لا يا عم الكلام ده. تمام. عندنا سؤال كمان، يعني بيقول لك ايه الانتماء كان في اللعيبه، قل في اللعيبه وبقى اللعيبه تروح الاهلي. تمام. عمرك يعني تفتكر ان المشجعين الانتماء بتاعهم هيقل ويروحوا او مثلا يشجعوا الاهلي؟ مفيش زملكاوي اصيل، مفيش واحد متربى على طبليه ابوه يسيب. هو اولا متربى على طبليه ابوه، بس الثاني ما اعرفش بقى. لا عمره مفيش. انا كراجل زملكاوي انت والله يعني، ومش على قد وراجل بتاع توك توك والحمد لله رب العالمين. حتى لو كلتها عيش وملح وتيجي تقول لي عندنا تعالى ده بنادي الاهلي ولا حاجه ونكرمك وتروح للخطيب وتاخد مليون جنيه ولا 2 مليون ولا 10 مليون، لو اديتني الدنيا دي كلها هتروح. والله عمري. لا عمري في حياتي والله العظيم. انت ممكن لو قلنا لك تعالى الزمالك وهتاخد. لا انا اصلا مش رايح الزمالك. انا بقول لك او اي فريق. والله العظيم انا عن نفسي بكلمك، انا عن نفسي خيري ابو جريشه عمري في حياتي. خير ابو جريشه يا جماعه اعلن ان هو عمره في حياته مش هيسيب التشجيع الاهلي، وانا هخليه تشجيع الاهلي قريب. تشجيع الزمالك هتهدي منك ولا ايه؟ تشجيع الزمالك وانا هخليه يشجع الاهلي قريب. عمري في حياتي. لازم بقى ان انا قلت لك ان اللعيبه خاينه، في جماهير خاينه كمان، ومعانا انت اكيد عارف ده مصطفى شقاوه. تمام. ده من خان ولعب بص لبس الاهلي ولعب بيه ويقول لك الاهلي رقم واحد. شوف حركه ايده بيقول لك الاهلي رقم واحد. مصطفى شقاوه كان بيلعب في فريق غير الفريق، والفريق اللي بيلعب لابس احمر، فهو عايز ينزل. لا انا بقول لك اهو الكلام ده مش طمعه. هو قال انا اهلاوي ورفع ايده وقال لك انا رقم واحد. يعني خلاص يا باشا مصطفى مش ابننا دلوقتي. مصطفى شقاوه مش ابننا ولا نعرفه يا باشا. انا قابلته وعرفته والله قلت له خلاص يا باشا
من النهارده مفيش شقاوة، مفيش مصطفى، الله يعوض على الأيام وعلى الليالي. من النهارده مفيش شقاوة، مفيش أبو العيلة، الله يعوض على مصطفى وعلى الجمهور. بس مش عايز اشوف. معانا واحد في كنا منزلين البوست امبارح بيقول لك الحلقه الوحيده اللي هتفرج عليها، هل ده حبا فيك ولا عشان هو زملكاوي ولا ايه بالظبط؟ اكيد طبعا عشان هو زملكاوي اكيد لا بيحبني. هو بيحبك جدا وقال لك الحلقه الوحيده اللي هتفرج عليها، وانا بحبه طبعا. محمد امين الخولي. مين؟ محمد امين الخولي. حماده وهاني ابوه زملكاويه محترمين. يعني ان هو يعني ايه، ان هو اول ما شاف ان انا نزلت ان انت هتيجي معايا في حلقه، فهو قال لك الحلقه الوحيده اللي اتفرج عليها، فانت تحب تقول له ايه؟ ايوه حبيبي وابن حبيبي وغالي وابن الغالي، خلي بالك ما بيسيبش ماتش الواد ده. انا عارف انا والله كل مره بيجي يعيط، كل يوم يعيط، او كل ما الزمالك يخسر النادي يقفل في وشي. الزمالك فاز بيروح، اتغلب برضه بيروح. ده اللي بص، ده اللي بيعك كتير. لا ده الوافي، ده ابن حلال، ابوه مربى على الحلال. هاني الخولي معروف ابن حلال ومربي ابنه على الحلال ومربي ولاده على فكره يا عم هاني صاحب ابويا برضه، صاحب بس ابو اهلاوي. عشان كده ربنا يستر ما يبقاش عليه. يقول لك فلوس الحماره اللي انت بعتها لزيزو وديتها فين؟ او هي الوقت معاك بتعمل ايه؟ الجحشه. فلوس الحماره اللي انت بعتها عشان تجدد لزيزو، الفلوس دي راحت فين؟ اتصرفت. يعني ما حسيتش كده بقهر لما انت بعت الحمار؟ خلاص الدنيا سابت بقى عندي كده. وحتى لما هو انا زعلت والله وقلت لامها حقك عليا والله وصعبت عليا وعملت لها فيديو وجبت لها عيش وطعميه وفطرتها زي كده. والله اقسم بالله. انت بتحب العيله قوي كده ليه؟ هم اللي حضروا فرح. انا قوي كمان واحد بيقول لك ابو تريكه ولا شيكابالا، مين الافضل فيهم؟ مش عارف الكلام. وليه؟ مين؟ ابو تريكه اولا راجل محترم. ايوه. شيكابالا اسطوره. ايوه فعلا. امهر من ابو تريكه واحرف كتير. يعني في فرق شاسع. لا طب مين الافضل بقى يا عامه؟ هو في غير كلام غير شيكابالا افضل من ابو تريكه؟ شيكابالا طبعا. طب ليه يعني تتخيل؟ اقول لك حاجه قسما بالله افضل من محمد صلاح يا عم. لا يا عم ما خدش فرصته ولا خد حظه ولا هياخد فرصته خالص. طب ما احترف ما خلاص بقى ربنا قال لك بقى. عمري ما اعتزل لما اخد افريقيا، واعتزل وما خدش افريقيا. لو قعد 20 سنه كان مش هياخد افريقيا. هياخد افريقيا ان شاء الله بالجهاز الفني بامر الله. انا بقول لك يا شيك انا برشحك لرئيس نادي الزمالك من الاخر يا شيك. لو قعدت تنزل عمرك ما تاخد. مالكش دعوه ما تشاورلوش، احنا بنكلمه مالكش دعوه يا باشا. انا بكلمه برضه. لا ما تكلموش. عمرك هياخد غصب عنكم. لا هيبقى ما تعدل نفسك. واحد بيقول لك حطيت اكس على رقم زيزو على التيشيرت بتاعك ليه؟ ما تجيب تيشيرت جديد يا ابو جريش؟ عشان التيشيرت ده بتاعي وكنا كنا بنحب زيزو وكنا بنجيب ارقامه. ارقامه بصراحه. جبت البوهيه. والمهم جيت اعملها من هنا بوظت الفالينه اللي جوه الداخليه. وبوظت الدنيا عندي ورحت اعمل لها اكس. ما لزمناش بعد كده. يعني خلاص كده انتوا ما بقيتوش تحبوا زيزو. خد كارت اسود مش احمر. زيزو هيفضل يحط عليك لا انت هتشوف في الايام عنتر يا عنتر زيزو ايه مش عارف. ما نكملش. انا بعرفك يعني. ابويا فرح الفيديو مش هيعرف. خلي بالك يلعب قدام جمهور الزمالك زيزو. يا جماعه عندنا فقره وصلنا لتاني فقره، وهو هنوري له شويه صور وهو هيتكلم عليهم. هيقول لك شويه كلام بس مش كلام كتير، هيقول شويه كلام عليهم وايه رايه فيهم. ويلا بينا نبدا. اول صوره معانا صوره المعلم امام عاشور. ايه رايك في الصوره دي؟ فكرك بحاجه؟ صوره امام عاشور وماسك البالونه. ماسك الزمالك عامه يعني. لا ما احترمش نفسه. لا لو قلت لي قال انا دي بعملها لبنتي، بس احنا بيعتبرنا ليكم. لا مش معتبرها، هو قاصد يكيد نادي الزمالك بالبالونه البيضاء. ليه؟ ما يعني انتوا بالونه؟ لا افهم انتوا كده بالونه. اسمعني يا ما عشان ما اخبطكش بالجبس ده اقتلك. هو قاصد يكيد نادي الزمالك. مش معنى بقول لك عيد ميلاد بنته مش معنى البالونه البيضاء. ما كان يجيب بقى خضراء يجيب بقى حمراء زي ما التيشيرت بتاعه. أيوة يجيب بقى مش عارف ايه. انما بعد كده الغل بتاعه يروح قاطعها ويروح مفرتكه كده ناس على الزمالك بقى. ناس على الزمالك برجله. مع ان ما كانش حد يعرفه. لما كان بيقول لك انا من صغري كان بيلعب غزل المحله. من صغري كان في الجيش. من صغري ان احنا اللي خليناه امام عاشور. احنا اللي ركبناه عربيه. احنا اللي قعدناه في فيلا. احنا اللي
جوزناه، كل حاجه امام عاشور شاف الحاجه الحلوه كلها في الزمالك. ولما قال لك احترف، مرتضى منصور قال له يا ابني خد طب بعضك الكوبري ده كان في ناس بتقول ده كوبري، هل ده كوبري بجد ولا لا؟ انتوا اللي عارفين. انتوا بتمشوا كوبري هو كوبري. بحواري. هو كوبري. انا عارف. جماعه النهارده تاني صوره من فقره الصور، وبيفكرك بايه ده يا ابو جريش؟ بيفكرك بايه؟ ياه، خاين وعميل. زيزو اللعيب خاين وعميل. مش كان احسن واحد في الزمالك ده؟ خاين وعميل، هفضل اقول خاين لحد ما اموت. زي ما خان نادي الزمالك هيخون نادي الاهلي. بص على طبعا ولو حاجة. ربنا اداني طول العمر اقول لك ابو جريشه كان عنده حق. بس اقول لك على حاجه، لما خان الزمالك يعني خانوا حاجه حلوه، راح هيلعب في افريقيا ولا لعيب وفي خانوا حاجه حلوه وخانوا حاجه حلوه. اول ما راح لعب يا ابني انت بتتكلم على قدك. ايه اللي خانوا حاجه حلوه؟ يعني ايه خانوا حاجه حلوه؟ خان الزمالك عشان حاجه حلوه. يعني دخلت بيتك خدت حاجه حلوه لا، منه تقول له دي حاجه، غير سرقت دي. حاجه تقول له مش عارف ايه، دي غير دي خالص. سرقت فلوس، لا ده حاجه حلوه. لا، ايه اللي حاجه حلوه دي يا غير عم؟ دي. يا عم ايه ده يا عم؟ قول كلام عيد. دي غير ده خاين وما تكون ولا عايز اشوف شكله ولا عايز اشوف هو صوته. بيحترف. بص عليهم، مش عايز اشوف شكله، مش عايز اشوف. انا مش عايز اشوف ولا عايز اسمع سيرته اصلا. عامة ده اسمه احترام. انا كرهت 25 بسببه، والمصحف كرهت حاجه اسمها 5. دي شكل بني ادم. حرام عليك بقى. طب خلاص بقى ما تتكلمش. ده اسمه احتراف عامة. لا مش احتراف. وزيزو اللي انت عملته ده صح. لو هو راح اسمع، لو كان هو راح وقال لك يا جدعان انا مش هقدر اكمل معاكم وجاي لي عرض من النادي الاهلي بمبلغ وقدره، كنا احنا هنحب. على فكره هو ما عندوش ذنب، وقعد يقول يا لكم باشا جددوا لي يا باشا جددوا لي، قعدت تقولوا ده عايز فلوس اكتر. ده كان مجدد من قبلها بسنه. أمال إيه؟ ابوه هناك ابوه اللي رزعكم هناك يخلص معاه. ما كل واحد دلوقتي من اللعيبه يقول لك فين عموله ابويا، فين عموله خالتي، فين عموله ستي، وقلت له مش عارف ايه. تمام. معايا يا جماعه درس السؤال النهارده المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك سابقا. قول لي حاجه ابو جريش، ايه رايك؟ قسما بالله يا سياده، انا اقول لك يا سياده المستشار في غيابك، واخد بالك انت لو كان على ايامنا كده، انا بستاهل انت كنت علقت زيزو والمصحف كنت علقته عندنا. والله العظيم ما يقدرش يعمل اصلا. بص ما كانش هيتجرأ ولا هيقدر يعمل حاجه ولا هيخط خط ولا هو ولا ابوه. ابوه مرتضى منصور. كهربا وامام في وقته. مرتضى منصور. لا ده هو احنا استفدنا من امام عاشور. كهربا وامام لما بيجوا في وقته. احنا استفدنا من امام عاشور. استفدتوا ايه؟ واستفدنا من كهربا اكتر من امام عاشور. شوف ملايين دخلت عندنا الخزينه بسبب كهربا وبسبب لا انا بعرفك مرتضى منصور هو اللي جاب فلوس. تمام. كهربا. معانا رابع صوره رئيس نادي الزمالك راح حسن لبيب. انا مش عارف بيحطوا على ايه. عم الحاج حسين لبيب الله يبارك ازاي ما هو خارج النادي. عم الحاج حسين لبيب السبب في زيزو راح مجانا اللي كان يسوى تقله ذهب وما كان في الزمالك. وانت يا عم حسين يا لبيب كنت انت فين؟ كل شويه يقول لك جدد جدد يا زيزو، هو زيزو يقول لك خلاص شوفوا لعبتي. حبيبي يا زيزو صابرين يا زيزو. ده كان طالع 6 اشهر حبيبي يا زيزو لحد ما ضحك علينا كلنا وضحك عليك يا عم لبيب. يعني انتوا حاسين بالاهدر لغايه دلوقتي يا عم حسين لبيب انا بقول لك اهوت مش عيب والله، مش قد الشيله ما تشيلهاش. صح بصراحه والله. ده ما تزعلش. انا على مزيحه يا مدام لميس. انا لو عايز يا مدام لميس كنت دلوقتي ما اديتهوش. لو عايز اجيب 10 من اهلي اجيبهم مره واحده. هو طلع كلام صح؟ ليه بقى؟ ما يقدرش يجيب. يا عم ماشي حسن لبيب. معانا بقى الاسطوره اللي عامل لهم حرقان، الاسطوره كهربا. قول لنا ايه رايك؟ كهربا اللي كان في البترول ما حدش يعرفه، كان بيلعب في انبي. ايوه جه عندنا ظبطناه نظفناه لبس انضف تيشيرت في مصر وبعد كده جه الاهلي. واخد بالك انت، وبعد كده راح الاهلي واتعمل كوبري بس احنا اللي استفدنا منه. ده ما يتزعلش برضه. ماشي بس هو حرقكم ساعتها كان أنا فين؟ من بدايات. وهو الوقت في المصير استغنيتوا عنه وطردتوه وراح هناك ليبيا. وهيرجع تاني على فكره نفس لا انسى. ماشي. معانا بقى ده حبيب ابو جريشه بيقول لك حبيبه قوي او حابب اقول لكم المفروض اللي هم بيقولوا عليه اسطوره. مش عارف اسطوره ازاي. ايه رايك يا ابو جريشه؟ لا اسطوره غصب عن اي حد. ناصر منسل اسطوره عملت للاهلي كركوبه وحصل ايه هو ليه رفع صباع واحد كده يعني؟ هو رفع يعني بيقول لك الزمالك رقم واحد، مش بيقول لك منسي رقم واحد، قال لك الزمالك رقم واحد. بص الواد الاصيل بيعمل لك ازاي. على فكره حاسه غلبان طيب قوي يعني. طيب وابن حلال عشان كده ربنا بيكرمه. بصراحه اقول لك الجد بقى، ناصر منسي ده ممكن ينزل في ماتش واحد بس 10 لا مش مشكله ما بيظهرش خلاص بتاع البطوله. كفايه ياخد منكم البطوله ويعلم عليكم. يا لهوي كنتوا هتموتوا لما خد منكم السوبر الافريقي. عمري ما هنساك يا ناصر يا اسطوره.
يا ناصر يا منسي يا ابن الاسطوره يا اسطوره. تسلم البطن اللي شالتك يا ابني. علمت على الاهلاويه وكركبت لهم الدنيا وجبت عيال بمليارات وبدولارات. عادي يعني احنا جايبين ناس مليون دولار بس عشان كاس العالم. عملتوا ايه في كاس العالم؟ يا باشا عملتوا ايه ده؟ انتوا طلعتوا حصاله من النهارده مفيش اهلي في حصاله بس ما تكلمنيش ما تسينيش بس اوعى تيجي خسرنا ماتش واحد بس خسرنا ماتش واحد بس. احنا عملنا على بورتو ماتش للتاريخ. قطعتوا بورتو بس ما فيش تشريع. قطعتوا ميسي على كلامكم ماشي. عملتوا ايه؟ طلعتوا حصلوا وما طلعتوش حصلوا. نفسي بس نفسي تحط نفسي تحط رجلك كده على البوابه. نفسي تحط رجلك على البتاع. معانا يا جماعه واحد بقى خامس احنا مش عارف واحد المعلم بن شرقي اللي يعني ايه اهرهم بن شرقي. ايه رايك؟ بن شرقي لما كان بيلعب في الزمالك كان مرتاح نفسيا، حتى لما كنت تشوفه فيديوهاته مع ابو جابر يقول لك ابو جابر وينك يا ابو جابر. وهو شخصيه محترمه فعلا. وانا عن نفسي بحبه. اقول لك ليه؟ حتى لما جابوا جول فينا 1-1 لما تعادلنا هناك كنت انا في استاد القاهره، الراجل محترم. امام عاشور بتاع البالون ينط عليه كده ويزعل عليه عشان هو الواد فضل كده واقف محترم وعامل كده، رفض الاحتفال. ده ابن حلال ومحترم ومحترم. انا عن نفسي بحبه. بس على فكره كانت وجع برضه وجماهير الزمالك بتحبه. ماشي احنا اللي ما جبناش وما كان في ايدنا وعارف مش عارفين تجيبوا. انا بقول لك يعني والراجل كان مرحب بعودته للزمالك والاهلي خلص معاه. ده راجل بص محترف بص ومش مصري. هفهمك يا باشا. افهم الكلام اسمع بقى. كان معانا معلومه قبل ما تمشي وكان يعني من احسن الناس اللي جم في الاهلي. ده كان بيلعب يا باشا، ده كان بيلعب في الزمالك وده منين؟ من المغرب. عارف معلومه تونس ومش مصري. فاهمني ازاي؟ ولما جاب جون في النادي اللي دخل ولعب فيه وكل عيش فيه وفتح بيته من نادي الزمالك، راجل محترم وما احتفلش. احنا على نفسنا كلنا. انت بمناسبه تصير تعلم معلومه لما ايه رايك في علي معلول؟ علي معلول راجل محترم ونيد. ايه رايك في لعبه وايه رايك في مسيرته وايه رايك؟ انا زعلت جدا اللي ما راحش. انا زعلت جدا لما راحش كاس العالم للانديه. ده اخر التكريم بتاع علي معلول. بصراحه دي اوسخ حاجه انا معاه في دي، ودي كانت اوسخ حاجه زعلتنا. عشان انتوا خاينين. احنا مش خاينين والله. واحد زي علي معلول ده بتاريخه بنجوميته وراجل بيلعب في منتخب تونس تستغنوا عنه؟ لا دي كانت اوسخ حاجه. هو ولا كريم الدبيس؟ هو الواد اللي اسمه كوكا دي بتاعه. كريم الدبيس رايق ولا هو ده مش عارف. ما انت جامد فين ده؟ انتوا وديتوا سيراميك ده وانت مش في الدنيا. انا عن نفسي زعلان ان هو راح اصبر شويه كده ويرجع على مكسوف. الاعلام كله كان بيقول كريم الدبيس لعيب قوي. انت ايه رايك في كريم الدبيس؟ كريم الدبيس نجم والله لعيب. الحلقه ده هطلع له. لا انا بقول لك اهو بصراحه يعني مع انه هو اهلاوي وانا كراجل زملكاوي. ايوه لو لعب على نفسه اكتر واكتر هيبقى احسن. بس هو لعيب. الماتشات اللي نزل فيها ادى فيها بجد. لعيب ورجله حلوه على الجول. بس بيخاف يخش على الجول عشان ما يبقاش غلطات كتير. وبرده بصراحه ما ادلوش فرصه كتير. كل الفرصه بتيجي ساعات بحسب. ولو لعب في كاس العالم كان هيفرق جامد مع الواد. احسن من يحيى عطا الله بكتير. يحيى عطا الله ده تحس اللي جاي من عزبه العوايش على قده. معاه بقى حبيبك قوي اللي هو بيقول لك انا ممكن اعمل اي حاجه انا عايزها، ومعاه الجوابات ومعاه الباشا البندات بتاعت الشراء ماشي معاه الشيكات. انت اكيد عرفت مين؟ عمك ميدو. عمك انت. معلم ميدو. ايه رايك في ميدو؟ راجل لاعب يعني اكتر واحد في مصر كان محترف. ميدو ومحدش هيجي زيه ولا بعده. ايوه لا انا بتكلم على اللي هو بيعمله في الزمالك دلوقتي. هو حاليا ميدو؟ لا حاليا ميدو بره الصندوق دلوقتي. مش لا محترم. ده زملكاوي وراجل ناقد دلوقتي وراجل محترم على دماغنا طبعا كابتن ميدو. ايه رايك في عمرو الدرديري؟ ده عالمي عشان بينزلوا فيديوهات صح. راجل محترم بيقول الحق. لا بس على فكره بيكذب كتير. ساعات بيكذب يعني. لا ما بيكذب ليه؟ هو بيتكلم على هو الحقيقه عندكم بيبقى كذاب. بمناسبه ان انت بقى ابو جريشه مشهور يعني الحمد لله اللي انت مشهور شويه، وكان جه وقت كده في قنوات استضافتك وطلعت تقريبا مع رندا البحيري على ما اظن يعني. رندا البحيري لا خدت الفيديو بتاعته ونزلته. وكنت يعني جالك فتره اتشهرت ونزلت على بيج الاهلي اليوم. فدي كنت انا قاعد بالليل كده فالفجر تقريبا لقيت الفيديو نزل من ثانيه فاستغربت قوي لما لقيتك كده. فانت مثلا تحب تقول ايه ان انت طلعت على التلفزيون ان انت اتشهرت وهل الشهره غيرتك ولا لا؟ وهل انت ليه بتشجع الزمالك من الاول؟ ممكن تحكي لنا القصه دي كلها عامه. اولا احنا ناس على قد حالنا. ايوه تمام. مفيش حق. شهره ايه؟
وشهره انا معايا فلوس، ماني شغال بالتوك توك وشغال بدراعي، يعني دراعي مكسوره اهو بسوق ألف التوك توك سلامة. وجاي لك وانت شفته بعينك وهتصوره برضه وهو بره. ماشي. انت فاهمني ازاي؟ تمام. شهره اللي اتغيرت، احنا كلنا عارفين بعضنا هنا. مم. الشهره ما بتغيرش من الاصول، بالظبط كده. ثم احنا على قدنا، ده هنا كبرنا البلد بس اللي عارفانا، ايوه والحمد لله يعني. ده بس انت مشهور شويه. لا. طب ماشي، لو احساسك ايه بقى لما طلعت في التلفزيون بقى؟ يعني كان ايه انا ما مثلا؟ طلعتش، ده هم اللي نزلوك يعني هم على التلفزيون. نزلوني. كان احساسك ايه وانت محمد شايف نفسك كده؟ عادي يا عم، الحمد لله، حب اكيد ربنا كنت بالدنيا فرحان برضه، كلها. أكيد كنت فرحان. والحمد لله يعني، حب الناس بالدنيا دي كلها، انا حاسس ان اغنى واحد في الدنيا دي كلها بحب الناس. انت بتقول ليه للناس؟ في ساعات ناس بتنتقد، تقول لهم ايه؟ بقول لهم طالما انا ما بعملش حاجه غلط ولا حاجه ولا بعمل حرام، انا باخد تعليقات سيئه جدا، ايوه. وحشه جدا، ما حدش انا يستحملها. برضو يا جماعه بنلاحظ ده، المفروض نكون يعني تقيين في نفسنا، وما نقعدش نشتم الناس. ما تعرفش انت الشخص ده من جواه عامل ازاي. برضو مهما كان بيغلط، الانسان دايما بيغلط، فانت برضو ما تحاولش، حاول تغيره انت بالكومنتات، ما تقعدش تشتم فيه، لان عنده اهل وعنده ناس بيشوفوا الفيديوهات، فدي غلط. فانت تحب تقول لهم ايه بقى؟ يعني انت مثلا بتسامحهم ولا لا؟ انا بقول لهم حسب الله ونعم الوكيل، أيوة. وانا تمام. عشان طالما ما بعملش حاجه غلط ولا حاجه تغضب ربنا، فانا بعمل اي حاجه في الفيديوهات. تمام. ده اللي ربنا شايفني وربنا حاسس باللي جوايا، بس حسب الله ونعم الوكيل في كل اللي يجيب في سيرتي بالوحش. تمام صح جدا. يا جماعه ما ينفعش كده يا جماعه. المهم بقى يا ابو جريش، إيه انت انبسطت معانا النهارده؟ يعني على بعض فترات. طب ايه يعني، ايه رايك ده اللي خانقني منك بساعة، قسما بالله ده اللي خانقني. انا ما بحبش اشوفك قدامي اصلا. والله. لما اتشهرت ابو جريشه، ليه كتبت، ليه برضو التيك توك وعندك اليوتيوب كله ليه مسميه تيك توك ابو جريشه وما تخليش؟ لان انا حاسس ان في علاقه حب بينك وبين التيك توك من زمان، واحنا عارفين الحوارات دي ايام ما انت كنت بتذاع في النادي، كانت بتقعد تعلق. ليه في قصه حب بينك وبين التيك توك؟ يا ابو جريشه كنت مبسوط النهارده الفيديو؟ حبيبي يا بابا. ما هو عشان التيك توك ده هو مصدر رزق، ايوه ورزق ولادي. ايوه انا بحبه، يعتبر ابني. ايوه. حاسس ده بيحبه سندي. حد في عالم الزمان. ده حب. مرتضى منصور هتصوره لك يا جماعه، التيك توك هنزله لكم اهو. لا التيك توك ده هو مصدر اكل عيش. الحمد لله يعني. يا عم ربنا يرزقكم كلنا. والحلال، عندك حنه بزيع لك، عندك فرح أيوة بزيع لك، أيوة. اي حاجه بزيع لك، الحمد لله يعني. ابو جريشه يا جماعه راجل طيب جدا والله يا جماعه، وانا مبسوط قوي ان انا صورت معاه الحلقه دي، كانت من احسن الحلقات اللي انا اكيد صورتها في حياتي. حبيبي يا بابا. معانا بقى واحد، ايوه ادينا حبيبي يا بابا كده وروق الدنيا بقى. حبيبي يا بابا. ايوه لا يا بابا، الدنيا حر يا بابا. احنا الزمالك وستنا سابق قبلنا، ايوه احنا الاصول، احنا الاصول والجدعنه. طب ايه حكايه شنبك دي بقى؟ عشان بجد يعني ايه، كان في ناس بتعلق علشان ايه حكايه شنبك دي، بتكبره او كده؟ انا بحب شنبي وبصرف عليه اكتر من نفسي، بجيب له كريم بالمص. وربنا والله. بمص. كريم بمص ولا برمرز؟ بالمص. ب 150 جنيه ده. انا عمري ما بحط حاجه على شعري. لا حلو للشنب، خلي بالك، وحلوه للشعر. حتى انا ما عنديش شنب. ما عشان انت اهلاوي. ده الزمالك، احنا نادي الملوك بتوع الشنبات. فاهم. انت فاهم ازاي؟ بتقعد تخسر على طول، نفسك تخسر على مش مشكله. هو بس يا جماعه عامل ازاي؟ يلا يا ابني خش في حته. معايا يا جماعه بقى النهارده مخرج الحلقه اللي هو قاعد ضرب كاميرا، محمد ايهاب، عايز يخش يقول حاجه لابو جريشه. تعالى يا محمد ايهاب. ليه تحب الجمال الحلوه، حلو الروح، وناس جميله قوي وعايشه حلاوه روح، ويفيد الجمال لو عشت بيه مجروح. ويا جماعه النهارده جبنا مخرج الحلقه، جبنا محمد ايهاب، فعايز تقول ايه لابو جريشه؟ ليه بتشجع الزمالك؟ اشمعنى يعني؟ وانت ليه بتحب ابوك وامك؟ عشان ابويا وامي. وهو الزمالك ابويا وامي. انا احب ابويا وامي برضه عادي يعني، بحب الاهلي. ابويا وامي الاهلي، مراتي. ابو جريشه. علي معلول. عايز تقول له ايه؟ يعني مش عارف. انت جاي ليه؟ ولا تعرف اللي جاي ومين جاي. عايز تقول دي ايه؟ صلاة ودول عايز تقول اللي بتحبش الاهلاويه. بحب اشيل الاهلاويه آلات الادب، انما المحترمين بشيلهم على دماغي.
مش هتتكلم ولا تطلع يعني؟ انتوا عايزين ولع. ايوه انت هتتكلم مش هتتكلم يعني انا هتكلم. انت خلونا، ما قلت لك واحده عشان اول مره مخرج. حكايه الطربوش دي، الطربوش ده حاجه تانية، مش احنا بنقول لك احنا الملوك. يا عم ملوك يصلي على النبي. وانتوا خلاص بقى. الصعاليق. انتوا عايشين من 2002 بقى على الكلام ده. لا احنا عايشين من 1911. يا عم 1911 بقى. احنا 1907 نعمل 6-1 بقى والدنيا. لا انت قديم قوي. عادي بقى. ما كانش في عام 1940. ما كانش في عام 1942. مش عايشين سعيد. بس وانت حكايه على فكرة الاربعه. انا كل ما اشوفك بحس الواد اللي كل الجبنه في فيلم هو والله ده اللي كل الجبنه صح؟ هو والله. يا عم ما باكلش الجبنه. او قسما بالله لا يربطوك، ابوك هبه يجي بالعربيه دلوقتي يربطك، انت اللي كلت الجبنه يا ابني. اخر بقى اسئله شويه، اخر شويه اسئله في الحلقه يا جماعه. ابو جريش هيقول لنا ايه حكايه الطربوش وايه حكايه الجلابيه دي؟ احكي لنا. طربوش ده عشان احنا نادي الملوك يعني ايه من عام العلاقة؟ 1911 نادي الملوك. انت ما احنا 1907. شوف البشوات. اه فانا حبيت الطربوش ده تمام. والجلابيه راحه، خليك مرحرح كده. طب ماشي عشان على الاحمر يعني. لا حاجه شرف لاي حد، عشان انا راجل فلاح بعتز بالحاجه زي كده. طب احكي لنا بقى القله دي. ده قلتنا على فكره. ماشي. كانت معايا قله زملكاويه بس اتكسرت. القله دي قول لي يعني ايه حكايه القله؟ ليه بتحب القله؟ يعني ليه ما بتشربش مثلا من ميه بتحب القله؟ معاك من بدري ده ولا ايه؟ ديت القله ديت بقى لها 15 سنه. مش القله نفسها، لا القله اللي بتتغير. لو أيوة اتكسرت عملت حاجه حادثه لا قدر الله ولا حاجه، القله بتتغير. انضف ميه تشربها من القله. ايوه ده انضف من الحنفيه، بتسرب وبتظبط الميه وبتشربها ميه ساقعه ميه نظيفه. أيوة. ميه مفلتره من الاخر يعني كده يعني. تمام. وميه صحيه. تمام. فانا بقول لك يعني ده حاجه ثانيه يعني. وصلنا لاخر الحلقه وكان نفسي الحلقه تطول اكتر من كده. لا كده احسن عشان عندي مشوار بالتوك توك. ماشي بس يا جماعه دي مش اخر حلقه، دي مش اخر مقابله ليا انا وجريشة، وان شاء الله لنا مقابلات كتير ان شاء الله. الحلقه دي لو ضربت لينا حلقات كتير صح ان شاء الله. الحلقه دي ضربت وما تنسوش يا جماعه تعملوا اشتراك عشان بجد عايز فلوس، عايز اتجوز. اعملوا اشتراك يا جماعه، اعملوا اشتراك عشان اهلي بس. اعملوا اشتراك ولايك سبسكرايب ووزعوا بقى الناس كده عشان اكسب ده اشتراك يعني. لما تقول اشتراك اعملوا اشتراك عشان الحلقه دي يا جماعه حاسس انها هتضرب الدنيا وان شاء الله. بشكر جدا المخرج محمد ايهاب على الحلقه الحلوه دي، وبجد بشكر ابو جريشة قوي 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 قوي. بشكره قوي قوي وان شاء الله مش اخر مره نتصور مع بعض. وايه رايك في الحلقه ابو جريشة؟ الحلقه جميله يعني انت مبسوط بس على بعض اوقات ليه يعني كده كانت انت بتخنقني بشويه حاجات كده بس يلا عدت على خير. امام وزيزو كده تمام. لا دول ما يشغلنيش دول يا مش خلاص. اتمنى بس تكون انبسطت معاهم يعني انبسطت. بس ده اللي عامل قوي صح. ما بحبكش واللي شفتك لابس احمر تاني بعد كده مش هاجي اسجل معاك. والله بجد يا جماعه اتمنى ابو جريشة انبسطت معانا النهارده. انا اتخنقت منك. لا انبسطت يعني فتره اوقات يعني عشان مش هنقصها من منتشر سؤال الناس. اوقات كنت كويس في حاجات يا جماعه على فكره انا كويس على طول، بس هو عشان يعني اللي قلت له الحاجات اللي هي كانت جايه وجع قلوب. لا هو يا جماعه انا مبسوط قوي ان انا صورت مع ابو جريشة، ودي كانت حلقه من اكتر الحلقات ومن اكبر الحلقات اللي انا صورتها في حياتي ومن احسن الحلقات اللي انا صورتها في حياتي. وبشكر جدا ابو جريشة واتمنى يكون انبسط معاه في الفيديو. تحب تقول لهم كلمه اخيره ايه؟ الزمالك رجع بقوه. تضحك؟ خلاص بس يا جماعه النهارده الفيديو خلص. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.